يا اهلا بكل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابه فكره وحلقه جديده من حلقات البودكاست واللي بنتكلم فيها عن الافلام والمسلسلات. والنهارده حلقتنا هتكون عن ترشيح فيلم من الافلام علشان تبقوا تتفرجوا عليه ونتكلم شويه عن الفيلم ده، وهو فيلم ايدج اوف تومورو او ساعات بيتقال عليه لايف داي ريبيت. الفيلم بطوله توم كروز وايميلي بلانت. الفيلم من تأليف كريستوفر ماكواري، جيز باترورس وجون هنري باترورس. هو المناسبة كريستوفر ماكواري ليه أكتر من فيلم مع توم كروز، هو كتب له توب جان مافريك وآخر 3 أجزاء من ميشن امبوسيبل وفالكوري وجاك ريتشر. أما بقى فيلم ايدج اوف تومورو فهو من إخراج دوغ ليمان. الفيلم بتدور أحداثه في المستقبل حوالين الجندي كيج اللي بيكون متعود على الأعمال المكتبية، لكن في يوم من الأيام بيلاقي نفسه إن هو بقى من ضمن القوات اللي رايحة تحارب الفضائيين اللي هجموا على الأرض، وبيكون مطالب منه إنه يثبت براءته القتالية مع إنه عمره ما دخل في أي حرب ولا عمره مسك سلاح. وطبعا الأسلحة هنا كانت الأسلحة المستقبلية، فبيلاقي نفسه إنه هو مش قادر يعمل حاجة. لكن كيج في وسط المعركة بيهجم عليه أحد الإليانز وفجأة بيقتله، لكن بنلاقي إن كيج يومه بيتعاد مرة تاني وبيعيش أحداثه مرة تاني، والموضوع بيفضل يتكرر من غير ما ينتهي. يا ترى ليه اليوم بيتكرر؟ ويا ترى كيج هيعمل ايه وهيستغل القدرة دي ازاي علشان يقدر ينقذ الارض؟ وايه سر البنت اللي هي عارفة كل حاجة ولما شافت كيج قالت له انا عاوزاك لما تموت ان انت تيجي تقابلني مرة تاني؟ كل دي حاجات بنعرفها في احداث فيلم ايدج اوف تومورو. الفيلم من افلام التلاعب بالزمن الحلوة قوي. فكرة ان اليوم بيتعاد، طبعا في ناس ممكن تحس انها فكرة مملة، بس الفيلم ده عملها بشكل حلو قوي لاسباب كتير. يمكن في افلام دايما اليوم اللي بيتكرر انت بتقعد تكرر في الحدث كذا مرة، بتكرر فيه كتير قوي. الفيلم ده اعتمد على حاجة حلوة، ان هو في الاول عاد اليوم مرتين بس، لكن بعد كده هو بقى بيعيد لك المواقف بشكل مختلف. يعني بقيت تشوف ازاي كيج بيتعامل مع الحرب، ازاي كل مرة بيتعلم حاجة جديدة، ازاي كل مرة بيتعلم ان هو يستعمل السلاح، ازاي كل مرة قدراته القتالية بتختلف. فانت بتشوف كل ده على كذا مرة من غير ملل، لان انت بتنط مراحل عشان تشوف ده. فانت بتبتدي تتخيل تقول ده حصل له مرة، يبقى المرة الجاية هيبقى احسن. فانت لما بتتفرج بتلاقي ان المرة الجاية بقى افضل بكتير، فانت هنا بتستنتج ان عدى عليه الاف المرات عشان ده يحصل. حتى تكرار الاحداث ساعات بيتعمل بشكل ان انت بتنط على طول على الحدث. يعني بمعنى اصح لو هو مش عارف يموت إليان معين في الحرب، فبيجي الإليان ده بيموته اول مرة، تاني مرة بنروح على طول للمشهد اللي كيج بيواجهه فيه فبيتفادى ان هو يتقتل لكنه بيموت بطريقة تاني. تالت مرة بنلاقي ان كيج قتله. رابع مرة بنلاقي ان كيج خلاص ما بقيناش نشوف المشهد ده لانه هو خلاص عارف ازاي يقتله بسهولة. فدي كانت حاجة حلوة من الحاجات اللي عملها السيناريو. كمان برضو الفيلم يعني قدر ان هو يتلاعب بدماغك في وقت من الاوقات، ان هو في مشاهد انت ما بقيتش عارف هي دي حصلت للبطل قبل كده ولا لا. انت بتلاقي تعامله مع الموقف ذكي قوي زيادة عن اللزوم، فانت هنا تقعد تقول هو الموقف ده حصل له قبل كده ولا هو المرة دي اللي ذكي فعلا. فتبقى مش عارف هل هو ده حصل له قبل كده وهو اتعلم منه ولا لسه دي اول مرة. في اوقات بتكتشف ان دي اول مرة، وفي اوقات تاني بتلاقي ان هو فعلا عدى على الموقف ده قبل كده. ودي كانت حاجة حلوة، لان انت بقيت في اوقات بتبقى قاعد بتحاول ان انت تستنتج هو الموقف ده عدى عليه ولا لا قبل كده. فانت بتحاول ان انت تركز في التفاصيل، ولو ركزت في مشاهد معينة بتلاقي ان البطل يغلط غلطة فتعرف ان هو عدى بالمشهد ده قبل كده، وتقول ده هو عشان كده متعلم، ده هو عشان كده عارف يتصرف. فهي دي الفكرة. الحركة دي كانت حلوة قوي في السيناريو واستعملها بشكل حلو قوي قوي قوي، خصوصا في بناء العلاقة ما بينه وما بين البنت ريتا اللي هي كانت المفروض عندها نفس القدرة اللي كانت عند كيج ان هي بتعيد اليوم، لكنها فقدتها لسبب ما بيتوضح طبعا في خلال الأحداث. بس لما بنشوف ازاي العلاقة ما بينهم بتتطور الموضوع بيبقى شكله حلو قوي، الموضوع بيبقى لذيذ قوي. عاوز اقول ان تطور العلاقه ما بينهم كان شكله حلو، رغم ان هي كل مره بتتعرف عليه لاول مره، لكنه كل مره لما بيجي لها ويعرفها بنفسه بشكل يخليها تفتكره على طول كان الموضوع بيبقى حلو. فكنت تحس ان العلاقه بينهم بتبتدي بشكل تصاعدي حلو، رغم ان هو كل مره بيبتدي العلاقه بيبنيها من الاول، لكن الموضوع ما بياخدش وقت. فدي كانت يعني تجنبا للملل، بس اتعملت حلوه. العلاقه ما بينهم اتعملت حلوه قوي، بالذات العلاقه اللي هو اكتر حس بيها لان هو اللي حبها اكتر. علاقة الحب اللي ما بينهم نشأت بالنسبة له من ناحيته هو أكتر، لأن هي كانت بتشوفه يوم وتنساه ويضطر إن هو يجي يوم يفكرها بنفسه، لكن بالنسبة له هو كان بيشوفها كل يوم، فكان الحب بالنسبة له هو بيتبني أكتر في قلبه. فده اللي بان في مشاهد كتير جدا، وبان في المشهد اللي هو كان بيحاول يحميها فيه إن هي تموت، وكأنه مش عاوز اليوم يتعاد مرة تاني علشان هي ما تضيعش منه ويضطر إن هو يموت
علشان يشوفها من الاول تاني. انتوا فاهمين الفكرة عاملة ازاي؟ يعني هو من كتر ما هو بيحبها هو مش عايزها تموت، رغم ان هو عارف ان هو ممكن يموت ويعيد اليوم، بس هو عاوز يفضل معاه وهي فاكراه، ما يعيدش اليوم ويخليها تفتكره من الاول. الفكرة فيها رومانسية شوية، بس برضو ما نسيناش الاكشن بتاع الفيلم، وما نسيناش هدف الفيلم اللي هو ان احنا عاوزين نتخلص من الالين، وعاوزين نعرف ازاي نستفيد من القدرة الخارقة اللي عند كيج. فكل ده معمول بشكل حلو قوي. الاحداث زي ما قلت لكم ما فيهاش ملل، لان احنا ما اعتمدناش على التكرار بشكل مبالغ فيه. حتى فكرة ان احنا بنكرر معمولة بشكل ذكي زي ما قلت لكم. كل دي حاجات خلت الفيلم نفسه متماسك. الفيلم حلو، التصاعد بتاعه حلو. الفيلم عامل زي ما يكون جيم. يعني انت لما بتكون بتلعب لعبة، انت كل ما بتعدي مرحلة بتلاقي ان المرحلة اللي بعدها اصعب، فبتقع، فبتعيد من الاول تاني. بس لما بتعيد بخبرات جديدة، فساعتها بتقدر تعدي الحتة اللي انت اخفقت فيها. فهي نفس الفكرة بالظبط بتحصل في الفيلم. كيج كل مرة بيغلط غلطة، في المرة اللي بعديها بيقدر ان هو يتفادى ويبقى احسن. وفضل كده زي ما تكون لعبة لحد ما في الاخر حصل زي اي لعبة في الدنيا، انت عدد محاولاتك بتنتهي، انت بقى معاك محاولة واحدة بس، خلاص هي دي اللي فاضلة، هي دي اخر محاولة ليك. وهو ده اللي بيحصل في الفيلم، ان هو كيج بيجي في وقت من الاوقات يبقى معاه محاولة واحدة واخيرة، هي دي اللي لو مات فيها مش هيرجع، اليوم مش هيتكرر. فبالتالي تركيزه بيعلى، كأنك بتلعب لعبة بالظبط. وده اللي مخلي الفيلم ده حلو، ان الفيلم ده فيه تغيرات كتير، تغيرات في شخصية كيج، تغيرات في شخصية ريتا. يعني شخصية كيج في الأول شفنا قد إيه هو كان أناني، ما بيفكرش غير في نفسه، وبعد كده لما ابتدى يتعلم بقى بيحاول إن هو يساعد الكوكب وينقذه، وبعد كده لما حب البنت ريتا بقى مهتم أكتر إن هو ينقذ الكوكب، لأنه عارف إن هي جزء من الكوكب ده فلازم ينقذها معاه. تصاعد قصة الحب زي ما قلت لكم، تعامل ريتا نفسها معاه، أول مرة شافته خالص وعرفها بنفسه غير تاني مرة، كأنه كل مرة كان بيديها أدلة أكتر علشان تتأكد إن هو فعلا جاي مش هقول جاي من المستقبل، لكنه جاي من يوم بيتكرر. فالحاجات دي كلها معمولة بشكل حلو، قصة الفيلم معمولة بشكل حلو. عنصر الشر أو الفيلن في الفيلم ده اللي هو الالينز كان معمول حلو قوي، كان في قدر من الذكاء، كان في قدر من الصعوبة إن أنت ما تعرفش تواجه الالينز دي. وبرضه كان معمول بنفس فكرة اللعبة، ان الالين موجود في مكان معين اللي انت لازم تروحه وتعدي بعض الصعوبات علشان لما توصل للصعوبة الاخيرة تقدر ان انت تهزم الوحش، وفي الاخر تقضي تماما على وجود الالينز. فاهمين الفكرة عاملة ازاي؟ هي نفس فكرة اللعبة بالظبط. عشان كده بقول ان الفيلم ده يعني مسلي جدا. الفيلم حلو، من احسن الافلام اللي تلاعبت بالزمن. فكرة ان هو خلى تكرار اليوم مش مملة دي حاجة تحسب له جدا. الفيلم ده ممتع جدا، ومشهد النهاية بتاعه جميل جدا جدا، اتعمل بشكل حلو قوي. لما كيج راح لريتا علشان يعرفها بنفسه للمرة، يعني مش عايز اقول 50، يعني مش عارف دي كانت المرة الكام، صراحة يعرفها بنفسه تاني، وكأنه بيحاول يتحدى نفسه تاني انه يخليها تحبه زي ما هو بيحبها. واشتغلت في الاخر اغنية جميلة جدا، اغنية Love Me Again. الاغنية لايقة قوي على الموقف والسيتويشن اللي حصل في الاخر. هبسيب لكم لينك الاغنية دي في الديسكريبشن برضو عشان اللي عاوز يسمعها. فكل دي عوامل خلت الفيلم ده من الافلام الحلوة قوي. الفيلم ممتع، اتفرجوا عليه، فعلا الفيلم حلو. وفي رسالة برضو بسيطة في الفيلم، وهي ان انت ممكن تبقى في وقت من الاوقات ما بتعملش حاجة كما يجب، حاجة ما بتعملهاش كويس، لكن لما هيبقى قدامك فرصة ان انت تكرر محاولاتك وتكرر طريقتك تغيرها علشان ان انت تحاول ان انت تكون احسن، ده بيخليك في الاخر تتطور، وبيخليك في الاخر توصل للي انت عايزه. وده اللي حصل لكيجي فعلا. كل مرة بيستفيد من اخطائه، كل مرة بيغير اخطائه، كل مرة بيحاول يتفادى اخطائه علشان في الاخر يوصل لهدفه. فهي دي بالظبط رسالة الفيلم. انت كل اللي محتاجه ان انت تتفادى اخطائك. لو في حاجة بتغلط فيها او مشكلة بتقع فيها كل مرة، فانت مش محتاج اكتر من ان انت تركز في اخطائك ايه هي وتتفاداها المرة الجاية، وفي الاخر برضو هتوصل لحاجة صح، هتوصل للهدف اللي انت عايزه. دي كانت رسالة انا بالنسبة لي شفتها في احداث الفيلم. لكن لو مش هتبص في الرسالة دي وعاوز تتفرج على الفيلم كده فرجة عادية، هتستمتع جدا 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 بفيلم حلو، بمؤثرات حلوة، باكشن حلوة قوي، وفيلم غير ممل على الاطلاق. دي كانت رحلتنا السريعة كده مع فيلم ايدج اوف تومورو اللي قلت ارشحه لكم النهارده تبقوا تتفرجوا عليه. اتفرجوا على الفيلم ده وقولوا لي رأيكم فيه لما تتفرجوا عليه. مستني تناقشوني هنا على اليوتيوب او على فيسبوك او انستجرام او اكس او على التيك توك، ومستنيكم في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة. وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.